شوف سبحان الله، شوف الناس شيء غريب جدا. تجد مثلا بعض الطلبة في مواسم الامتحانات، ربنا ينجحهم جميعا يا رب، تجد الطلبة في موسم الامتحانات الله اكبر، تشوف محمد بن سيرين والحسن البصري وحاجة بقى ما شاء الله ائمة في التابعين. فاهم ازاي؟ عبادة ايه واحبات ايه وازاي، والزبيب يطلع وجوز الهند وكل وبلح حكايه كده، وذكر وقران وصلاه فجر وحاجه ايه. واول ما تخلص الامتحانات خلاص كل سنه وانت طالب. طب بقى يجي بقى تظهر النتيجه سقط، تبقى لنا بيض. مش هيسيب الصلاه بس، ده كمان بيتسخط على امر الله. وده بيفكرني قصه جميله قوي اورادها الامام ابن الجوزي في اخبار الحمقى والمغفلين، تقرا فيه عجب العجاب. بيقول لك رجل اعرابي كان يعني في منتهى الحمق يعني. هذا الرجل الاعرابي كان عز الله عنده حمار، الحمار ده كان كل حياته، هو كان لا يرى الدنيا الا في ذلك الحمار يعني. والله الامام الجوزي بيوصف كده، بيقول لك كان لا يرى الدنيا الا في حماره. هو ده بالنسبه له الغزال والقمر والسكر والعسل احنا عنده من زوجته وعياله. فكان يقعد يدلع الحمار ويلعبوا ويهزروا مع بعض ومش عارف ايه الكلام ده كله. في يوم من الايام الحمار ده مرض، جاله مرض. فنظر الرجل قال نظرت لك يا رب ان شفيت حماري ان اصوم لك 7 ايام. يلا خمسة مبقاش. المهم فراح ايه ربك عز وجل شفى له حمار خف خلاص بقى، راح صايم 7 ايام. في اليوم السابع بعد المغرب الحمار مات. فالاعرابي راح باصص كده قال يعني بعد ما اصوم 7 يروح يموت؟ طب والله نحسبهم من رمضان اللي جاي. سبحان الله، هي دي كده يعني، سبحان الله. صلى على حبيبك.